يعني أعترف وأرفع قبعتي إلى السياسة الخارجية الناضجة للمملكة العربية السعودية بقيادة جبير. هذا الشخص المعي، هذا الشخص الدبلوماسي من الدرجة الأولى. الجبير رجل سياسة، والسياسة الخارجية بالكامل يعني، وهي طبعا تابعة إلى حكومة المملكة. هذه ضربة معلم. أولا استغلال فرصة وفد إيراني يناقش إجراءات الحج في الرياض. حسن روحاني زار الكويت وزار إلى عمان. إيران تنحني للعاصفة وتقول نريد أن نفتح صفحة جديدة للعلاقات مع الخليج. وهنالك توجه كبير جدا للسياسة الأمريكية لطرد النفوذ الإيراني من المنطقة. ماذا فعل الجبير؟ ذهب إلى بغداد مباشرة، إلى عقر دار النفوذ الإيراني بالمنطقة لكي يكسره، ووضع حيدر العبادي بالزاوية الحرجة. فحوصر العبادي في الزاوية من وزير الدفاع الأمريكي ومن الجبير، وأوحى للعالم بأنهم مع العراق لدعم عملية تحرير الموصل وإخراج داعش. وهذا حقيقة سياسة، يعني هذه الزيارة خلطت الأوراق وخربطت. إيران لا تستطيع، إيران أصبحت مثل بلاع الموت، لا تستطيع أن تنتقد هذه الزيارة، لأن هذا يناقض يعني خطابها الإعلامي الجديد. وهنالك وفد في المملكة العربية السعودية، والسعودية إذا إيران لا تستطيع أن تنتقد هذه الزيارة لأنها على أساس تصب في خانة يعني ترميم العلاقات بين إيران وبين الخليج، وهي لن ترمم لأن إيران لا تستطيع أن تغير سياستها، ولكن يجب أن تجبر أن تغير سياستها. وإذا لا تغير سياستها ترجع إلى جحورها، ترجع إلى إيران. وكفى العبث بأمن المنطقة والأمن القومي العربي. هذه الزيارة تصب في خانة محاربة النفوذ الإيراني، وهي ناجحة بكل معانيها. فقط الخبر انتشر كالهشيم، وأنا خابرتني إحدى الفضائيات فجرا وقالوا لي ماذا رأيك، وجاوبتهم نفس الرأي يعني بدون تردد. لم أتردد. بعض الناس يقولون هي شرعنة، يعني هي أساسا العملية مشرعنيها إيران ومشرعنة من السابق، ولكن هسه حاليا هذا لا، هذا لعب الكبار. هذه الزيارة هي تأكيد حي على أن إيران ذاهبة إلى المجهول إن لم تغير سياستها. فالآن السهام من كل مكان على طهران. أنا لا أقصد قصفها عسكريا وضربها بالصواريخ وهجوم، لا 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 لا، أنا هذا لا أتمناه لإيران حقيقة وللشعوب الإيرانية، ولكن تكفينا شرها، ترجع إلى قواعدها وتترك أهل البحرين بسلام، وتترك الخليج بسلام، واليمن بسلام.